بعد تأهل المنتخب المغربي للنصف النهائي من مونديال قطر وإقصائه للمنتخب البرتغالي، وبعد ليلة كاملة من الحزن، قال كريستيانو رونالدو اليوم الأحد عبر حسابه الخاص بالإنستغرام: كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر وأكثر حلم وطموح في مسيرتي المهنية. لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب ذات الأبعاد الدولية بما في ذلك البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي. قاتلت من أجلها، حاربت بشدة من أجل هذا الحلم في 5 مرات سجلتها في كأس العالم على مدار 16 عاماً، دائماً بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين. قدمت كل ما لدي، أترك كل شيء خارج الملعب، لم أدر وجهي أبدا للقتال ولم أتخلى أبدا عن ذلك الحلم. للأسف انتهى الحلم بالأمس. أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه قد قيل لي الكثير وكتب الكثير وتم التكهن بالكثير، ولكن تكريسي للبرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائما واحدا أقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي. ليس هناك الكثير لأقوله الآن. شكرا لك البرتغال، شكرا قطر. هاجمت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو مدرب الفريق فرناندو سانتوس عقب الخسارة أمام المغرب بربع نهائي كأس العالم وتوديع المونديال. وقالت جورجينا عبر حسابها الخاص على الإنستغرام: اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة. ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام، حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغير كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان. وتابعت جورجينا: لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك، ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضا. الحياة تعطينا دروسنا. اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا. كريستيانو، نحن نحبك. قال وليد الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: هناك مثل يقول: الانتصار له عدة آباء والهزيمة يتيمة. هناك الكثيرون الذين يريدون الاستيلاء على هذا النجاح، لكن المجموعة هي من تستحقه، لا المدرب ولا أي شخص آخر. وتابع وليد الركراكي: لو خسرت في الدور الأول كنت سأكون لوحدي، لكن هناك الآن الكثير من الناس الذين يريدون الاستيلاء على هذا الإنجاز. أقول شكرا لجامعة الكرة وللاعبين ولا أحد آخر. المحتالون الذين يقولون إننا من فعلنا هذا، أقول لهم إنني حتى أنا لم أفعل شيئا، لقد منحت فقط للاعبين تلك الرغبة والحماس. هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتخب المغربي بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف اليوم السبت 10 دجنبر الجاري برسم منافسات ربع نهائي مونديال قطر 2022. وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. قال مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب قبل المباراة التي ستجمعه بالمنتخب المغربي في النصف النهائي من مونديال قطر 2022 أن المغرب ليس من المنتخبات التي خططنا لمواجهتها. لقد حققوا المفاجأة، والمنتخب المغربي
يستحق أن ينال الاعتراف الذي يستحقه. لم يعد بإمكاننا القول إنه مفاجأة بعد أن لعب ضد منتخبات مرشحة وفاز عليها. سنبدأ التحضير لمباراتنا ضدهم بشكل جدي من الغد. وختم المدرب الفرنسي تصريحه قائلاً: مباراة صعبة تنتظرنا أمامهم، ونتمنى ألا نكون ضحيتهم المقبلة. تفاعل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي ومعلق قنوات بين سبورت القطرية مع فوز أسود الأطلس على نظيره البرتغالي بهدف نظيف بلغ بفضله المربع الذهبي. وكتب حفيظ دراجي: المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم على الطريقة الإيطالية بعد أن سجل 5 أهداف وتلقى هدفا واحدا في 5 مباريات. وأضاف حفيظ دراجي: أكد المنتخب المغربي أن مباريات كأس العالم تكسب ولا تلعب، تكسب بالمهارة والإرادة والروح العالية، وبمدرب محترم متواضع يعمل أكثر مما يتكلم. وتابع الدراجي أن ما كان وهما بالنسبة للأفارقة صار حلما تحول مع الوقت إلى واقع وليس مجرد صدفة. ألف مبروك للمنتخب المغربي وجماهيره. تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-0 في دور ربع النهائي. وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره المغربي مساء الأربعاء المقبل في دور النصف النهائي. وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء نفذها المهاجم هاري كين بنجاح في الدقيقة 55، ثم عاد أوليفيه وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 78 من ضربة رأسية. وعاد المنتخب الإنجليزي وتحصل على ركلة جزاء مجددا، لكن هاري كين أهدرها بالدقيقة 85. قال المدرب المغربي وليد الركراكي بعد المباراة التي جمعت المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي: مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا مثل البرتغال، رأيتم الإصابات ومن بقي على الميدان، كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. وأضاف الركراكي: أنا سعيد جدا، نتقدم بمواهبنا، ورغم الإصابات التي حصلت تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي. وكذلك إفريقيا عادت إلى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. وختم المدرب المغربي وليد الركراكي: من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في إفريقيا أن يحققوا مثل هذه الإنجازات، وكان هناك شكوك بشأننا. سعداء من أجل المغرب. أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والاتحاد المغربي لكرة القدم.